الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، والحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الوعد الأمين، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأغرار الميامين، ومن تبعهم وعنا بهم إلى يوم الدين. إخواني الكرام، حياكم الله في هذا المجلس، واعلموا أنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يرضيك عنا. هذا المجلس سنكمل إن شاء الله فصل الاعتكاف، شرح أقرب المسالك، ووصلنا إلى مندوبات الاعتكاف. سنبدأ فيها إن شاء الله بهذا المجلس، ونفتح الكتاب إن شاء الله ونكمل على بركة الله. تحميل الكتاب هذا موجود في الوصف، تستطيع الرابط، تستطيعون أن تحملوه PDF لديكم وتراجعون المسائل كذلك الأمر إن أحببتم. مندوبات الاعتكاف ويليها مكروهات الاعتكاف. ذكرنا سابقا في المجلس السابق أن قوام الاعتكاف هو مجرد نية ولبث في المسجد الآن هناك مندوبات في اللبث في المسجد. أين يجلس المعتكف؟ أفضل مكان له في المسجد حتى لا يخوض فيما لا ينبغي له، فمثلا يبطل اعتكافه كذلك الأمر، أو يبطل اعتكافه. فالآن سنذكر بعض المندوبات والمكروهات من أجل أن يكون الاعتكاف اعتكافا شرعيا كما أمر الشرع به. فلنبدأ إن شاء الله على بركة الله. أول مندوب هو دائما نكرر دائما إخواني الكرام، ترك المندوبات سنضعه في المكروهات. فانتبهوا على هذه المندوبات، لأن من ترك هذه المندوبات دخل في المكروه. هذا ضابط المذهب عندنا. طيب، أول مندوب هو يندب مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها. هذه ذكرناها في المجلس السابق، وقلنا أنه إن أراد أن يعتكف لأكثر من يوم أن يقلد المدونة على أساس أن أقل الاعتكاف هو 10 أيام، فاتصل هذه 10 أيام، فكانت في 10 الأواخر مثلا، فاتصلت في ليلة العيد اللي يفترض أنه يخرج بعد الغروب. قلنا يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الغروب لتحقيق النهار والليلة. الآن إذا كان ترتب عليه خروج بعد مغرب ليلة العيد، يستحب له أن يبقى معتكفا ويصلي العيد ثم يخرج بعد العيد، هذا ندما طبعا. أما من جاور المسجد كما ذكرنا في مسألة المجاورة، الذي يريد أن يعتكف في المسجد أقل من يوم وليلة، وهو شرط الصحة عندنا في المذهب للمعتكف. فمن نوى أكثر من يوم وليلة هو صفته معتكف. أما إذا نوى ما دام في المسجد ما دمت فيه،
أو نوى ساعة أو ساعتين أو بعد العشاء إلى الفجر، أي يوم أقل من يوم وليلة لا يصح الاعتكاف. طيب ما هو البديل؟ البديل أن تنوي المجاورة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. طيب المندوب الثاني يندب مكثه بآخر المسجد لأنه أبعد عن الناس، في آخر المسجد، يعني حتى لا يضطر أن يتكلم بما لا ينبغي، وقد يحصل منه ما يفسد اعتكافه كذلك الأمر. طيب المندوب الثالث يندب اعتكافه برمضان لأنه أفضل الشهور، ويندب كونه بالعشر الأواخر كذلك الأمر لأن ليلة القدر فيها. طيب يندب إعداده ثوبا آخر إضافيا للاحتياط غير الذي هو عليه، لئلا يصيب مثلا نجاسة أو اتسخ لأمر ما بسبب ما، فيغير حتى لا يضطر للخروج، لأن الخروج وإن كان جائزا للأمور الاضطرارية لكن مكروه كذلك الأمر، مكروه لأنه الأصل أن تحضر نفسك، خاصة الذي يريد أن يعتكف 10 أيام مثلا على قول المدونة مثلا أو أكثر من يوم يعني. فقلنا يجب عليه أن يحضر نفسه بثوب نظيف للاحتياط. طيب المندوب السادس الآن يندب اشتغاله حال اعتكافه بإيش؟ بالذكر وقراءة القرآن، بالأوراد، بالاستغفار، بتلاوة القرآن والصلاة خير موضوع طبعا. وهنا نستغل فرصة الاعتكاف ونقول أنه نوصي بصلاة التسبيح. صلاة التسبيح يعني حتى لو حصلت مرة في العمر أو مرة في العام كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أنها مسنونة، فلا يعني نقبل بقول غير خالف فيه المذاهب الأربعة وقالوا مثلا أنها بدعة أو غير بدعة، لأنه حتى هم النابتة منقسمون بين أنفسهم. مثلا الألبانيين يقولون أنها سنة، وجماعة الحجاز ونجد يقولون أنها بدعة ولم تثبت عن رسول الله. الحقيقة أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المذاهب الأربعة ويعملون بها، وهي 300 تسبيحة، وذكرت طريقة الصلاة فيها فارجعوا إليها حتى لا نطيل ونخرج عن مسألة الاعتكاف. طيب المندوب السادس قلنا يندب اشتغاله حال اعتكافه بذكر وقراءة قرآن وصلاة وبأوراد، والصلاة خير موضوع. هذه هي المكروهات الستة، عفوا المندوبات الستة. الآن ننطلق إلى المكروهات الستة أو المكروهات عفوا. مكروهات الاعتكاف، أول مكروه شو هو؟ أول مكروه دائما نحن نؤكد عليه ترك المندوبات. المندوبات ستة تكره، ترك هذه المندوبات تكره دائما عندنا. ترك المندوب مكروه وكره كذلك الأمر. الكراهات بعد الست الآن نبدأ بالمكروهات. أول مكروه هو كره أكله بفناء المسجد أو رحبته أو بصالة ملحقة بالمسجد ليس لها صفة المسجد، كدور القرآن في هذه الأيام، يعني هي دار القرآن وليس مسجد، وإن صلوا فيها وإن صلوا للأزمة مثلا للاكتظاظ إلى آخره، لكن ليس لها صفة المسجد. والرحبة كذلك الأمر أو أي ملحق، صالات ملحقة في المسجد لا يجوز، يجب أن تبقى في المسجد الذي يسمى مسجدا يصدق عليه اسم المسجد. فيكره لك الأكل في غيره. كذلك الأمر إذا أكل خارج المسجد بطل اعتكافه. والمطلوب أن يأكل فيه على حدة، يعني على طرف المسجد، مش بمنتصف المسجد تجدهم يجلسون هنا وهناك، لا، يعني على الأطراف، يعني يتركون وطبعا يندب أن لا يوسخوا مثلا المكان الذي يأكلون به، ولا يتسخ هذا المكان من جراء الأكل من فتافيت الخبز، إنه ينظفوا طبعا، ينظفوا بعد، أو أن يضعوا مثلا
قماشة أو أي شيء يعني حتى لا يوسخ المسجد. طيب الآن المكروه الثاني: كره لقادر على الكفاية اعتكافه غير مكف أو مكفي غير مكفي أو مكفي، طبعا إذا وقفنا عليها، غير مكفي من أكل وشرب. يعني مش محضر حاله، جاي أنت بدك تنوي تعتكف 10 أيام ومش محضر حالك لا بثوب ولا بأكل وشرب كمان، يعني يكره لك الخروج أصلا هو. لكن إن خرج يعني واضطر، إذا كان يعني بعذر لم يستطيع أن يحضر، وطبعا لا كراهة هنا، لكن نقول أن الخروج من المسجد مكروه، وإن كانت لأسباب شراء أو مثلا لأجل إحضار ثوب آخر اتسخ الثوب الذي هو يلبسه مثلا، وهكذا، ولا بفسد اعتكافه. لا طيب الآن إذا خرج يعني قلنا أنه اضطرار يخرج، ماشي أوكي، لا يفسد هنا اعتكافه، لا يفسد اعتكافه. الآن خروجه بعذر، يعني قلنا لا يفسد اعتكافه. طيب إيش يعمل الآن لما يخرج؟ بده يشتري من أقرب مكان للمسجد، دكانة، بقالة، ماركت، أقرب شيء يشتري منه. لا يجوز له أن يتعدى إلى مكان آخر، يعني يقول والله ذاك عنده أسعار أرخص وهذا عنده أسعار أغلى، أو ذاك المحل أو المكان الدكان البعيدة أو الماركت البعيد فيه جودة أكثر من هذا. لا، يجب عليه أن يشتري مما هو أقرب إليه في المسجد من المعتكف. قلنا فإن اعتكف غير مكفي جاز له الخروج لشراء ما يحتاج إليه، ولا يتجاوز أقرب مكان أمكن منه ذلك، وإلا فسد اعتكافه. طيب المكروه الثالث: كره له إذا خرج لقضاء حاجة دخوله بمنزل به أهلها. نقول الآن دخوله بمنزل، سواء كان منزله، وهو أشد كراهة طبعا، لأنه سدا للذريعة أن يحصل للذكر من شهوة إلى آخره، ومقدمات الجماع من زوجته، وخاصة الشباب يعني. فنقول أنه يكره دخوله إلى مسجد يعلم أن أهله موجودون به، سواء كان منزله أو كان منزل الجيران، ويعلم أن زوجته فيه، لئلا يطرأ عليه. وقلنا هي سدا للذريعة. ما هي الذريعة؟ هي فساد الاعتكاف. ممن فساد الاعتكاف؟ من مقدمات الجماع أو من الجماع، ربما كذلك الأمر. الكراهة الرابعة: كره اشتغاله بعلم ولو شرعيا، سواء تعليم أو تعلم، يكره. ومحل الكراهة قلنا أن تكثر، يعني أن تكون بالكثرة. أما لأمر بسيط أراد أن يستعلم عن، جاء بكتاب فقه وأراد أن يستعلم عن مسألة فقهية، فلا بأس بذلك. لكن إن جعله يعني عادة في هذا الاعتكاف، سواء تعليم أو تعلم، هذا لا يجوز، وهو مكروه طبعا. عدم الجواز بالكراهة. وقلنا محل الكراهة الأمر الكثير، يعني أن تجعل نصف الاعتكاف أو جل الاعتكاف قراءة فقه وأصول وعقيدة، لا يجوز هذا، لأنه الاعتكاف هو لأجل الذكر ولأجل صفاء القلب أمام الرب في حضرة الرب، وصفاء القلب لا تصفو إلا بالذكر والاستغفار والصلاة كذلك الأمر. والصوم يكون في النهار طبعا وهو صائم، لأنه الآن نحن في رمضان. والصلاة خير موضوع، كما في الحديث الصحيح الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المكروه السادس: عيادة المريض. الآن نأتي بالأمور العادية، يعني الأمور الاعتيادية اليومية الاعتيادية. مثلا كان معك بالمعتكف مريض،
إذا كان بعيدا في المسجد لا تنتقل. إذا كان بلصقك قريب منك حواليك تستطيع أن تعوده. العيادة هنا جائزة، لكن إن كان بعيد وأردت أن تنتقل إليه لا يجوز ذلك. عيادة المريض وكذلك صلاة الجنازة، إن انتهى بها الأمر ومثلا وضعت الجنازة بالقرب منك تصلي الجنازة في النهار، طبعا هذا الكلام، أو في الليل يعني لكن عادة الناس الآن يدفنون بالنهار الأكثر يعني. إذن صلاة الجنازة إن كانت بعيدة وأردت أن تنتقل إليها من مجلسك إليها لا تنتقل ولا تصليها. ابقى في الذكر وفي الاستغفار وفي قراءة القرآن والصلاة الذي أوصينا بها كذلك الأمر هي صلاة التسبيح. المكروه الثامن صعوده لسطح المسجد لا بمكانه أو صحنه. يعني صحن المسجد جائز، مكان المسجد جائز، لكن أن تخرج إلى السطح، وهي هاي تابعة قلنا بأنها يكره له الأكل في ملاحق أو الصلاة التي تلحق بالمسجد وليس لها صفة المسجد. وضربنا مثال دور القرآن، يعني دور القرآن تلحق في المساجد، لكن هي حقيقة وإن كانوا يصلون بها لأجل الاكتظاظ وكثرة الناس فيفتحون دور القرآن، لكن هذا لا ينفي عنها أنها ليست لها صفة المسجد. طيب المكروه التاسع الآن السلام، وهي كالمريض. الآن السلام قلنا وصلاة الجنازة والمريض يكره أن تنتقل من مجلسك إلى مجلس آخر لأجل السلام على هذا الشخص، صديقك مثلا وجدته في المعتكف فأردت أن تسلم عليه، فهذا غير جائز. إذا كان بعيد لا يجوز بالكراهة طبعا. لكن لو حصل بهذه المكروهات لو حصلت لا تفسد الاعتكاف. لكن كيف لك أن لمسلم أن يتعبد الله أن يتقدم في حضرة الله بأمور مكروهة؟ هذه الأمر يعني إلا إذا اضطر طبعا، إذا كان معذور لا بأس. أما نحكي أنه أن يقدم على شيء مكروه بلا عذر، هذه يعني حقيقة مصيبة من المصائب. طيب الآن آخر مسألة هي ما الذي يجوز في الاعتكاف. دائما نسأل طب ما هو الجائز في الاعتكاف؟ ذكرنا المندوبات وذكرنا المكروهات. الآن ما يجوز في الاعتكاف اللي هو جاز تطيبه بأنواع الطيب. قلنا احنا في الصائم غير المعتكف يكره له العطور والتعطر والطيب، لأنه ترفل وتنعم، هذا لا يجوز على الصائم. الصائم يجب أن يكون بهيئة بعيدة عن الترفه وبعيدة عن التنعم، وإلا ما فائدة أن نصوم؟ يعني هو فقط جوع؟ لا، ليس فقط جوع، بل حتى تشعر بالانكسار، انكسار النفس هذه كذلك عبادة، أن تتذلل أمام الله وتشعر أنك مفتقر إلى الغني الواحد الذي هو غني عن العالمين. يعني موقفك افتقارا ومعرفتك غناء استغناء الله عن المخلوقات، فهذه عبادة كذلك الأمر. طيب إذن هذه جائز، قلنا التطيب في النهار وفي الليل جائز للمعتكف، بل يستحب كذلك الأمر. أنه قد يحدث أحيانا روائح، يعني من إذا كان بالصيف من العرق وإلى آخره، قد تحدث يعني مثلا روائح كريهة، فيستحب كذلك الأمر التطيب. طيب الآن الجائزة الثاني كذلك الأمر، يعني هذه مسألة كانت قديما لكن حديثا يعني قليل ما تحصل، أو يمكن قد تكون يعني شبه منتهية، اللي هي أن يعقد لنفسه أن يتزوج بنفسه، أن يزوج نفسه، أن يزوج نفسه أو يزوج غيره إذا كان هو ولي كذلك الأمر. يعني اثنين أصحاب كانوا في المعتكف، والله بدي أزوجك بنتي، أزوجك ابني، عقدوا على بعض. إذا كان الآن يعني هناك قيد في المدونة أن يتلبس بذلك، مش يعني ابتداء أن يبتدئوا بعقد الزواج أو يؤذن لهم بالزواج بعقد الزواج طبعا.
بقيد أن يتلبس به، يعني اضطر أن صارت مصادفة أن أريد أن أزوجك ابنتي، وأنا أريد أن أخطب لابني على ابنتك، هذه غير متلبس بها، يعني جائز. أما تكره هي إذا كان يعني قاصدين فيها العملية، يعني بعضهم يعني يخصص الاعتكاف من أجل يعني تحصيل البركة، يعني عادة العوام يعني يريدون تحصيل البركة أنه في المعتكف وفي المسجد إلى آخره، نقول جاز احنا، لكن إذا كان إذا تلبس به جائز مطلق هنا. أما إن كان لم يتلبس به، يعني رتبوا إلى هذا الأمر ابتداء، فهو غير مستحب، لا نقول مكروه لكنه غير مستحب. طيب الآن اشترطت المدونة كذلك أمر أن يعني لا يطيل في هذا المجلس، مجلس العقد، ولا ينتقل إليه إلى يعني من مجلس إلى مجلس، سيذهب إلى أبو العروس مثلا وهو في طرف المسجد الآخر، في طرف المسجد الطرف المقابل الذي يريد أن يخطب لابنه مثلا، فأن ينتقل إلى هذا كذلك، هذا الأمر مكروه. الانتقالات هذه في المعتكف مكروهة، كما قلنا في المريض وفي السلام، وقلنا في صلاة الجنازة. طيب الآن قلنا ألا يطيل، وإذا خرجوا من المسجد حتى يتموا عقد الزواج، هذا بطل اعتكافهم، بطل مع الإثم لا الحرام، لأنهم فعلوا فعلا حراما لا يجوز. لكن كما قلنا أن هذه الصورة يعني تكاد تختفي في هذه الأيام. الآن إذا خرج من المسجد وأراد أن يغتسل لجنابة، جاز أن يغتسل للجنابة طبعا، حتى يعني وين محل موضع الجواز هنا؟ أنه يكون في المسجد مجال لك أن تغتسل وتريد أن تذهب يعني إلى البيت، جاز. لكن إن استطعت أن تأخذ الاغتسال في داخل المسجد فهو أفضل. لكن احنا نقول من حيث الجواز يجوز لك أن تخرج من المسجد للاغتسال للجنابة، أو الاغتسال المسنون يوم الجمعة كذلك الأمر، أو عيد مثلا، اللي هو إذا بقي مثلا أكثر من 10 أيام كما ذكرنا، وكان هذا الاعتكاف كان خلاله أن يخرج، أو كان نهايته أن يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فقلنا أنه يندب له أن يبقى حتى صلاة العيد، يعني يصلي العيد ويخرج، لا يخرج بعد الغروب، حتى لو كان مثلا قضى 10 أيام، هذا يندب طبعا. أما لو خرج لا بأس نقول، لكنه خلاف الأولى. طيب بالنسبة للجمعة، أنه جاز أنه يخرج يغتسل للجمعة، طبعا يعني نذكر في الأمر أنه لا تصح المعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يخرج، يعني يكره له أن يعتكف في المسجد، لكن إن اعتكف في المسجد صح يعني متاح لكل الناس، صح هذا الاعتكاف، لكن كره له لأنه لا يقام فيه الجمعة، ما دام لا تقام فيه الجمعة فهذه مكروه. لكن إن حصل يجوز له أن يخرج ويغتسل كذلك الأمر، لا سواء للجمعة أو للعيد. طيب الآن هل يجوز تقليم الأظافر أثناء المعتكف؟ نعم يجوز أخذ الأظافر وحف الشوارب. أما حلق الرأس فهذا مكروه. حلق الرأس مكروه، يعني وجدت حلاق صديقك داخل المعتكف وأردت أن يحلق لك، هذا لا يجوز، هذا مكروه. أما تقليم أظافر، حف شوارب، لا بأس بذلك. طيب الجائز الخامس، قلنا جاز إذا خرج لغسل أو لغسل ثوبه كذلك أمر من نجاسة، انتظار حتى يغسل هذا الثوب، وجاز له ينتظر حتى يجف كذلك الأمر، يعني حتى يتم جفافه، مع الكراهة أنه
مثلا اعتكف وهو غير محضر نفسه، يعني لاحتياط له لثوب آخر، فاتسخ هذا الثوب فاضطر أن يخرج، فقلنا أنه يكره له ذلك، أن يعتكف غير مكفي من الشراب والثوب لاحتياطه إذا كان يريد أن يعتكف اعتكافا طويلا. طيب الآن خلصنا يعني تقريبا، نعم خلصنا المكروهات والجائزات والمندوبات. الآن نتحدث عن مسألة الجوار هذه، لأنه هذه من مفردات المذهب المالكي ولم نتكلم فيها بإسهاب، تكلمنا فيها يعني سلقناها سلق زي ما بيقولوها، فقد يكون البعض لم تصله هذه الفكرة. أول شيء الجوار هو أن تنوي جوار المسجد أو جوار الله أو المجاورة أو مجاورة المسجد أو مجاورة الله أو المجاورة مطلقا. يعني المجاورة هنا لا يشترط لها ما يشترط للاعتكاف. أول شيء يجوز أن تكون ولو ساعة، أو تنوي نويت المجاورة في هذا المسجد ما دمت فيه، صح لك دقيقة، صح لك ساعة، صح لك بعض يوم، نصف يوم، هذا جائز، لكن بنية المجاورة وليس بنية الاعتكاف. فتكون صفتك هي صفة جار الله، يسموه جار الله، وصفة الذي يريد أن يعتكف عند الجمهور حتى لو كان أقل كالشافعية والحنابلة، حتى لو أقل من يوم وليلة، لأنه ليس عندهم هذا الشرط. هو عندنا الشرط أقله، قلنا أن الشرط أقله يوم وليلة، ما كان دون اليوم والليلة عندنا يسمى مجاورة، ويجب عليه أن ينوي المجاورة لا ينوي الاعتكاف. طيب كذلك الأمر قلنا لا يشترط له ما يشترط للاعتكاف، منها أن الاعتكاف لا يصح إلا بعد صوم، يعني من شروط صحة الاعتكاف أن يعقب صوم مطلق، طبعا مطلق الصوم، لا يشترط أن يكون مثلا في رمضان أو نذر معين، لا يشترط. وهذا يعني يتفرع عليه مسألة أنه هل يجوز عند المالكية أن يعتكف في غير رمضان؟ نعم يجوز في رمضان وغير رمضان، يجوز في غير رمضان، لكن إن اعتكف في غير رمضان يجب عليه أن يصوم إذا نوى أكثر من يوم وليلة. أما إذا أراد أن يعتكف ما دام في المسجد، يعني أقل من يوم، بعض يوم إلى آخره، فينوي المجاورة. وهذا الفرق بيننا وبين الشافعية. إذن لا يشترط له الصوم، ولا يشترط له كذلك الأمر اليوم والليلة في أقله. وذكرنا نحن أنه يعني هناك قول ثاني في المذهب وهو مذهب المدونة، أن أقل الاعتكاف 10 أيام وأكثره شهر، بينما بالقول المعتمد هو أقله يوم وليلة وأكثره 10 أيام. وجاز طبعا أن يعتكف أكثر، لكن نحن نقول بالقول المعتمد. إذن مذهب الإمام مالك رحمه الله ينوي الجوار ولا ينوي الاعتكاف، لأنه اشترط في الاعتكاف الصوم وأمور أخرى طبعا كما ذكرناها في المجلس السابق. أما مذهب الشافعي رحمه الله والحنابلة كذلك الأمر أن ينوي الاعتكاف عندهم. طيب الآن في المسألة الأخيرة أتصور باقي، نعم هي المسألة الأخيرة اللي هي لا شرط في الاعتكاف. عند الشافعية يجوز عندهم الشرط، يعني إن صادفه شيء لا يقضي. نحن لا يجوز الشرط عندنا، لا يجوز الشرط سواء قبل أن يدخل المعتكف أو حصل بعد المعتكف، لا يجوز الشرط، لا يقبل، لا ينظر له، غير معول عليه. مثل أن يقول مثلا فإن بدا لي رأي في الخروج خرجت، لا ما بنفع. نويت 10 أيام بدك تقعد 10 أيام، نويت 5 أيام عليك 5 أيام، وإذا فسدتها وخرجت يجب عليك أن تقضي. كذلك الأمر عندنا، من شرع في عبادة وأفسدها مختارا بلا عذر يجب عليه القضاء. عندنا قضاء النوافل عندنا أمر معروف في المذهب هذا.
وهو من مفردات المذهب المالك كذلك الأمر. طيب الآن إذا بدأ له مثلا أن يخرج فخرجت، لا، هذا شرط غير مقبول. أو يقول أعتكف الليالي فحسب، يعني عند النهار يريد أن يخرج ويعتكف بس فقط الليالي، لا يجوز، يوم وليلة، والليلة سابقة اليوم طبعا. يعني نقول في الشرع الليل سابق النهار، بخلاف ما الآن عند العوام أو ما يجري في أوقاتنا المعاصرة أن الليلة تبع لليوم. لا، عندنا الليلة السابقة هي التي تبع لليوم التالي، بعكس المفهوم المعاصر الحديث. إذن الشرط لا ينفعه، اشتراط سقوط القضاء مثلا، وأنه والله أنا إذا حصل معي لا أريد أن أقضي، أنه أخرج ولا أقضي، هذا كذلك الأمر شرطه لغو، هذا يسمى لغوا، ويجب عليه القضاء إن حصل موجبه، والله أعلم. ولا فرق في أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعد دخول المعتكف، فإن وقع شيء من ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف. يعني إذا ظل استمر يعني ما خرج، حتى لو اشترط يعني يصح الاعتكاف ما دام لم يخرج. احنا قلنا انه الاعتكاف نية الاعتكاف لا تبطلها كما في الصوم والصلاة، رفض النية يبطل تلك العبادتين. لا، هذا اللي عندنا الاعتكاف لا يبطل برفض النية إلا إذا نفذت الفعل، إذا خرجت يعني. كالطواف مثلا، عندنا الطواف والطهارة، الطواف والطهارة رفض النية فيهم لا يؤثر، بخلاف الصوم والصلاة عندنا يؤثر. وبهذا ماذا بقي يجوز للمعتكف أن يكون إماما. هاي مسألة كمان كثير ما نسأل عنها، هل يجوز للمعتكف أن يكون إماما في الفرض والنفل أثناء الاعتكاف؟ يجوز، ويستحب أن يكون إماما راتبا. يعني الإمام الراتب وهو المعتمد عندنا أنه الإمام الراتب هو الذي يقود الاعتكاف في الصلوات طبعا، خلافا لما مشى عليه خليل. يعني الآن في قولين في المذهب. القول الأول الذي مشى عليه خليل أنه الإمام الراتب لا يجوز له أن يكون إماما. أما الإمام العادي للمعتكف يجوز له أن يكون إماما في الفرض والنفل. كأنه اللهم صل على محمد نص المختصر على كراهة كونه إماما راتبا، هذا نص المختصر يعني. إذن في هنا قول الذي مشى عليه خليل أنه يكره أن يكون إماما راتبا، والمعتمد أنه يجوز سواء إمام راتب أو غير إمام راتب. إذا مطلب الشيخ خليل أن لا يكون إماما راتبا، يعني جاز للمعتكف غير الإمام الراتب أن يؤم الناس. أما المعتمد أنه يجوز سواء كان إمام راتب، وهو الأفضل، لأنه حتى يعني لا تفشل، يعني لا نؤجج الخلافات أحيانا، من الذي يريد أن يؤم إلى آخره. تعرفون يعني هناك تفاوت في الأنفس، يعني بعض الأنفس يعني تريد أن تظهر وتتصدر، فقد يدخل عليهم هذه الشبهة يعني. لكن نحن نقول كما ذكرنا أنه يجوز، وإن كان الإمام راتب هو أفضل يعني، حتى نمنع أي مشاغبات أو اختلافات داخل المصلين يعني في المسجد في المعتكف. في مسألة الإمام سحنون، ذكر ابن وضاح رحمه الله، ابن وضاح عن سحنون أو عن سحنون أنه لم يجز للمعتكف أن يكون إماما في الفرض والنفل. يعني هذا قول ثالث كذلك الأمر. القول الثالث أنه المعتكف لا يجوز له أن يكون إمام، الإمام الراتب فقط لا يجوز له أن يكون إماما في الفرض والنفل. المعتمد غير كلام الشيخ خليل وغير كلام الشيخ سحنون رحمه الله الجميع. وبهذا نكون قد أنهينا فصل الاعتكاف من شرح أقرب المسالك. أسأل الله أن ينفع به ويمن علينا بثوابه وثواب من سمعه ومن نشره، إنه هو السميع العليم.
وإن شاء الله إلى فصل صلاة التراويح سنتكلم عليها إن شاء الله. فإلى ذلك اللقاء إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.